وكلمه تخش النادي انا بيجي لي تليفون واعرف ايه اللي بيتم بالظبط. تمام. تاني يعني لا ديت يعني حاجه زي كده لا تغفل عنها اطلاقا. اطلاقا. لا احنا نادي منظم جدا ونادي فيه السكرتاريه ومدير النادي 24 ساعه قاعد داخل النادي لان كلنا في خدمه هذا النادي فقط. طيب اذا على مسؤوليه الاستاذ كامل ابو علي رئيس النادي المصري احمد شديد القناوي لن يلعب في النادي الاهلي الا بمقابل 5 مليون ونص. او لاي نادي اخر. او اي نادي اخر غير النادي الاهلي لان انت لا تريد هذا اللاعب في النادي. انا عاوز يطلع يدفع الشيك بكره احنا ممكن نتنازع. طيب حاجه تانية دلوقتي متداوله في مصر وفي المواقع. ناس بتقول الكابتن طلعت يوسف مضى امبارح خلاص للنادي المصري، وفي ناس بتقول ده هيمضي النهارده، وفي تلقى الكابتن طلعت يوسف مكالمه من اتحاد الكوره بتبلغه ان هو المدير الفني لمنتخب مصر، فرد عليهم الكابتن طلعت يوسف قال لهم انا مضيت للمصري، لو عايزيني في منتخب مصر كلموا الاستاذ كامل ابو علي لاني بحترم تعاقداتي. الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ يعني واحنا بكره هنعلن ان شاء الله، بكره بعد الظهر هنعلن كل حاجه. طيب في حاله ان منتخب مصر عايز كابتن طلعت، يعني انا يعني بكره هعلنها ان شاء الله بعد الظهر ان شاء الله. طبعا بعد الظهر تفصيل بكل حاجه باسم المدرب الجديد للنادي المصري وكل شيء. تمام. طيب بالنسبه للكابتن طه بصري كان بيقول انا الاستاذ كامل ابو علي ما بعتليش اي عقود، ما جاتليش اي عقود، وبالتالي كده انا اديت مهله للاستاذ كامل ابو علي ومحدش رد عليا، فبالتالي كابتن طه بصري اصبح مديرا فنيا لنادي بتروجيت. كابتن طه بصري عارف كويس جدا ان احنا اصلا لما جاء مره ما كانش في عقد، لان انا دايما كلمتي مع اي مدرب حتى لو مش مكتوبه تعتبر عقد، بحترمها كويس جدا في كل شيء. اللي حصل كابتن طه بصري لما جاء عرض بتروجيت يعني بدا يفكر اكثر والعقد راح له وكل شيء راح له، لكن هو يعني كل شيء اسمه نصيب. تمام. في النهاية لاعب وسط الملعب طبعا لاعب وسط الملعب لنادي المصري البورسعيدي الغاني الجنسية اعتقد دانيال توصل اتفاق رسمي مع الاستاذ كامل ابو علي انه هيسيب الفريق دون ما يكون في اشياء مالية على اللاعب ولا على النادي. ومضى خلاص. تمام. حاجة بتاعته وكل شيء تمام واصبح هو لاعب حر من اول امبارح. كابتن خالد انت احنا بطمن جمهور النادي المصري عشان الناس الاقاويل الكتير اللي تقوم يمين شمال. اوعد وده وعد شرف ان فريقنا في العام القادم سيكون اقوى بكتير جدا ان شاء الله من العام الماضي. وان فريقنا في العام القادم هيكون ليه انياب كتيره وان شاء الله هيكون ليه من البدايه يعني بس طبعا انا زي ما انت عارف النهارده احنا بنتكلم مثلا مع 40 لعيب بنختار منهم 4. فالاربعه دول يا جماعه ادوني الوقت شويه ما تستعجلوش، لان احنا بنتكلم في بعض الاماكن الحساسه المهمه جدا علشان ان احنا نوصل بالفريق ان شاء الله لبر الامان مع الجهاز الفني. يعني احنا شغالين صدقني 24 ساعه، انا تليفوني مفتوح مع كل الناس في هذا المجال بما فيهم المدير الفني الجديد 24 ساعه بنتكلم في التفاصيل هنا. وانا قلت للكابتن طلعت يوسف انت عندك الميزانيه مفتوحه، اختار اللعيب اللي انت عاوزه، علشان كده يمكن النادي المصري خلاص انت وقعت بالسنه كده كاستاذ كامل وقلت طلعت يوسف خلاص. انا معلش بقى غلط. كابتن طلعت طيب خلاص اسالك سؤال يا استاذ كامل. دلوقتي في كلام على لاعب غاني بيلعب في المنتخب غانا. احنا هيكون عندنا فريق قوي جدا ان شاء الله السنه الجايه. طيب في كلام على لاعب في منتخب غانا هيجي المصري، وفي كلام على لاعب الوداد المغربي بتتفاوضوا مع احد لاعبي الوداد المغربي اللي هيلاعب الاهلي النهارده، وفي كلام قوي جدا. انت عارف ان انا حضرتك ساكن في عماره في نفس العماره معايا عصام الحضري في الدور التاسع وانا في الرابع.
هو بيقول للناس تحت ان انا رايح النادي المصري، وان في كلام قوي جدا ان انا هنتقل للمصري البورسعيدي. الكلام ده صحيح ولا لا يا استاذ كامل؟ بص على حاجه احنا يقول لك يعني احنا في الاخر انا فرحان جدا النادي المصري يوصل لهذه المرحله، يعني ان بالظبط ان كل اللعيبه عايزه تروح له. يقول رايح النادي المصري ده يعني معناها الحمد لله ان احنا يعني السياسه اللي ماشيين بيها سياسه كويسه جدا، سياسه محترمه. انا بقول لك انا الحمد لله انا مش لاقي صعوبه خالص ان ان احنا يكون عندنا ان شاء الله فريق قوي جدا. مفيش لعيب في مصر اتصلنا بيه الا ما كان يعني مرحب ان هو يجي النادي المصري. يعني الحمد لله احنا عندنا يعني رصيد كويس جدا من الامانه والاخلاق وكل شيء انها تخلي اي لاعب ان هو عاوز يحترف بحاول حقيقي انه يجي النادي المصري. دي حاجه طبعا يعني انا فخور بها جدا بكل امانه. يعني من الواضح كده ان هيكون في اضافات. لاعب غانا ولاعب الوداد وده انا بقول لك كل الكلام ده مظبوط، كلامك صح 100%. احنا عندنا حوالي 7 افارقه وده هيكون الاختيار للمدرب الفريق. المدير الفني هو اللي هيختار ان شاء الله العناصر اللي عاوزها، لكن ان شاء الله يعني زي ما قلت لك احنا عاملين لهم ميزانيه مفتوحه ويختار اللي هو عاوزه. طيب استاذ كامل هكلمك في نقطه مهمه. انت عارف حضرتك ان الدوري السنه الجايه هيكون اخر دوري من غير ما يعني دوري عادي مش دوري محترفين. الاتحاد الدولي السنه اللي بعد الجايه لازم يكون في دوري محترفين، صح؟ طبعا. طيب دلوقتي دوري محترفين يعني لازم تكون في شركه. الشركه لازم يبقى لها رئيس. بالعربي كده هيكون النادي منفصل عن رئيس النادي غير رئيس الشركه. يعني رئيس الشركه اللي هو مسؤول عن فريق الكوره بالعربي كده، ورئيس النادي لو نادي اجتماعي مسؤول بقى عن الجناين عن الالعاب الاخرى عن معرفش ايه قصه تانية. هل بغض النظر عن بقاء سنه كمان بالتعيين الاستاذ كامل ابو علي او عدم بقائه واتيفر، هل انت هتكون رئيس لشركه المصري في دوري المحترفين بغض النظر ان انت تكون رئيس النادي المصري؟ يعني انت عارف حضرتك بره في اوروبا رئيس الشركه غير رئيس النادي. بص يا كابتن، احنا اول نادي بدا عمل هذه الشركه العام المصري للاستثمار الرياضي، وراس مالها 50 مليون، مطلوب منهم 5 مليون لحد الان، وهتطرح في ان شاء الله الاكتتاب العام في اكتوبر القادم ان شاء الله. احنا بنحاول نجيب 50 مليون، وهذه الشركه ممكن انا اكون رئيسها اذا هم ما فيش اعتراض، لان في الوقت ده بالذات ممكن ده العالم الاحتراف، وده ممكن انا اكون يعني مرتاح فيه اكتر بهذا الاسلوب من الاداره. فما فيش شك ان ده شركه زي كده انت بتتكلم كلامك 100% مظبوط، هو ده المستقبل، ده العالم كله شغال بهذا النظام، واحنا ما علينا ان شاء الله ان احنا نطبق هذا النظام، لان هو ده فعلا الكلام الصح الحقيقي لاداره اي نادي، لان في فلوس كتير جدا في الاداره. النهارده اي نادي في مصر اقل ميزانيه عنده ما يقلش عن 30-40 مليون جنيه، وده مش حاجه بسيطه يعني، اصل ده الاصل من المشروع. فانت النهارده ما عليك انك انت رئيس مجلس اداره هذه الشركه انك انت تنمي موارد هذه الشركه. المطلوب منك انت توصل من 40 ل 60 ل 100 ل 200 300، وده عالم الاحتراف، ومفيش شك انه هيفيد كره القدم. انا عن نفسي ارحب ان انا اكون موجود في هذه الشركه مثلا لمده 3-4 سنين علشان انها تستمر الدفعه بتاعتها، علشان يستمر عالم مسيره النادي، وانها تكون حاجه بدايه كويسه جدا. اما رئاسه النادي او زي ما انت بتتكلم في الموضوع الثاني، فانا طبعا بالنسبه لي يعني انا اقول لك انا مستمر لمده عام، احاول بقدر هذا الامكان خلال هذا العام ان اثبت كل الحاجات اللي انا فعلا بفكر فيها وانها تكون حاجه اساسيه جدا وفعلا التزمت بيها. لكن طبعا دي هتاخد يعني كام شهر، لكن اعتقد ان في خلال العام هتكون ربنا وفقنا ان شاء الله ونقدر ان احنا نكمل المسيره بتاعتنا. طيب السؤال الاخير، في كلام على تعديل عقد احمد الشناوي، زي ما بيقولوا احمد الشناوي هو خليفه عصام الحضري، في كلام ان عصام الحضري يجي المصري، احمد الشناوي من كولومبيا بيستعد لكاس العالم بكولومبيا. هل في تعديل لعقد احمد الشناوي كقيمه مهمه الفتره اللي جايه كلاعب صغير السن ولكن مستقبله كبير في حراسه المرمى لمصر والنادي المصري؟
هو احمد الشناوي انا من ساعه ما وصلت النادي المصري واحنا بنعدل له عقد كل سنه. تمام. يعني عقد احمد الشناوي بيتعدل كل سنه. وبعدين عاملين مبدا كويس جدا عندنا في النادي المصري الحمد لله محافظين عليه، ان اي لاعب يوصل للمنتخب الاول في مصر بيحصل على مبلغ 100,000 جنيه. وده يمكن مطبق مع امير واحمد سعيد واحمد الشناوي. وانا بقول من دلوقتي يعني احمد الشناوي علشان برضه ما حدش يفكر قدامه يا جماعه 4-5 سنين اقعدوا مع النادي المصري عشان ما حدش يدور. يعني ما حدش يفكر ان هو عايز يشتريه. كان في كلام ان هو هينتقل للنادي الاهلي، كان في كلام كده. هنديله العقد بتاعه. احمد الشناوي لن ينتقل في داخل مصر اطلاقا الا للنادي المصري. واذا جاله عقد خارجي في نادي من انديه كبار في اوروبا انا اول واحد ممكن اروح اوصله. ما دام هذا انا بعتبره هذا في هذا الوقت يعتبر سفير كبير جدا لجمهوريه مصر العربيه، وده حاجه شرفنا كلنا. يعني انا بقول الواقع مهم جدا. لكن انا اقول لك يا كابتن كل شيء ممكن لاحمد الشناوي. انا طبعا بعتبر ان هو من النجوم ومستقبل بورسعيد ومستقبل مصر. لكن الحاجه اللي بقولها ان احمد الشناوي يا جماعه عنده 20 سنه واحنا عاوزين كلنا نحافظ على هذه الثروه، لان احمد الشناوي مستقبل مصر ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ كامل اخيرا كده، حضرتك رشحت 4 أو 5 اعضاء مجلس اداره جديد للنادي المصري وارسلت الاسماء للمحافظ، هل الكلام ده صحيح؟ مظبوط. استاذ كامل بشكرك وبتمنى لك يعني اجازه سعيده، وبغض النظر نختلف او نتفق مع الاستاذ كامل ابو علي، ولكن عايزين نقول احقاقا للحق الراجل ده غير من شكل النادي المصري بصراحه.